قلت كتير وعملت فيديوهات اكتر على ان الجن عنده المقدرة ان هو يتشكل في شكل حيوانات او في شكل بشر. ناس كتيرة طبعا عرضوا كلامي كالمعتاد وقعدوا يقولوا مفيش الكلام دوت، وذكرت قصص للناس انا اعرفهم شخصيا وان الجن تجسد ليهم في شكل بشري، وممكن كمان يتجسد في شكل اقرب الناس اليك او اليكي. ناس كدبوني وناس قالوا لي مفيش الكلام ده وانتي بتقولي كلام ما بيحصلش. انا النهارده بقى هقول لكم بوست انا شفته، والبوست ده بيوثق وبيأكد صحة كلامي، علشان الناس اللي بتخش تعاند وخلاص. اتمنى ان انتوا تتريثوا كده وتسمعوا البوست دوت كويس اوي. واحدة بتقول انا في مرة اتخانقت مع جوزي خناقة كبيرة جدا، بوست مرعب على فكرة والله. وبعدها رحت انام في نص الليل، لقيت جوزي داخل عليا الاوضه ونام جنبي، كتر خيره وداخل بيصالحها وتمام، ده والله راجل مية مية يعني. ماشي، او لا نايمه خلاص هنام. وبعد ساعة لقيت جوزي بيتصل بيا وبيقول لي انه بايت عند امه وعايز يطلقني. يا وجع مربربة، امال مين اللي كان نايم دوت جنبها؟ ايه، امال اللي نايم جنبي ده كان مين؟ يا واقعة مطينة بطين، مين؟ انت جاية بتسألينا احنا؟ بالنسبة للناس اللي بتكذب، النظام، انتوا شفتوا البوست؟ ايه؟ طب انا بقول كلام في شنك ومفيش حاجة اسمها كده. وانا اعرف حد قريب مني جدا 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 كان في جن عاشق بيتجسد في صورة زوجها، وهي شافته ودخل عليها وسلم عليها، وبعد كده هي اصلا بتبص لقيته اصلا داخل بعد كام ساعه من باب الشقه، وبيقول هو التاني كان دخل ينام، انه كلهم بيخشوا بيريحوا بيناموا مش هلكانين عندهم اجهاد بدني وعضلي وكده يعني. فطبعا بقى كانوا في وسط العشيرة وكده، فجايين بصراحة أمور العشيرة عندهم صعبة، فجايين مجهدين. فهي بتقول شافته كذا مرة، وساعات كان جوزها بيبقى مسافر وبتشوفه ويدخل وكده. يا جماعة في كده، أنا بقول لكم في بيحصل كده. ادي القصة اهي، وبتقول ودخلت وكده. ما حدش يقول بيتهيأ لها، ما حدش بيقول هي يمكن تهيؤات او كانت نايمة وحست كده في الحلم، اضغاث احلام خيالات. مفيش حاجة كده يا جماعة، ده بيأكد نفس الكلام اللي انا كنت بقوله قبل كده. انا بوجه لها نصيحة ان انتي تولعي القرآن كتير جدا في البيت، ان انتي تقرا القرآن كتير، تحصني نفسك. انت محتاجة تحصني نفسك. انا مش شيخة ولا داعية، بس انا بقول الكلام اللي بيتقال من الشيوخ، ان انت افضل شيء تحصني بيه نفسك هو كلام ربنا طبعا، وخصوصا سورة البقرة. اتمنى انت تقريها كل يوم، هتحصنك بشكل اللي جامد جدا. تقري المعوذتين وقل هو الله احد وخواتيم سورة البقرة، حاجات كتيرة جدا هتحفظك وتحصنك. وبلاش تبص في المراية كتير، بلاش يعني تفرحي بنفسك قدام المراية بلبسة، ولا تطولي في البص في المراية. يا جماعة هم حوالينا في كل مكان، في كل مكان تخشي لازم تسمي بالله وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ما تطوليش في الحمام. حاجات كتيرة جدا، نصايح خديها من اختك. واللي عنده بلاش عنده روشة ما بتقولش كلام غلط. ربنا يحفظنا ويحفظكم من شر شياطين الإنس، صعبين قوي شياطين الإنس وشياطين الجن. حصنوا نفسكم بكلام الله وبالأذكار الصباح والمساء، محدش يكلمني بعد كده.